السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي قناتكم جوعتني. النهاردة عاملين بقى ايه؟ الكنتاكي كاكي. الكنتاكي كاكي بس بطريقة كده جامدة قوي قوي قوي، هتعجبكم احلى من الكنتاكي نفسه. عامل فرخة كاملة مروق عليها خالص، هوريها لكم دلوقتي تفصيليا. بص الورك عامل ازاي، بص منظره عامل ازاي، ذهبي ذهبي جولد جولد. وعامل معاها بقى شوية رز ريزو، حاجة كده بومباستيك. بص الدبوسة دي، ها سكتني. ريزو ده ولا مش ريزو؟ متعلمينها بتاع المدارس. انا اللي فرقعت الخلطة السرية بتاع كنتاكي دي. معانا الفرخة بتاعتنا، هننغص بس الحتت الكبيرة دي كده اهو. هنعمل بقى المحلول بتاعنا اللي هننقع فيه الفراخ. ملح، فلفل، سكر، زعتر، ورق لورا، حبهان، قشر ليمون، ولو في قشر برتقان هيبقى احلى بكتير. ليمونه مهروسه ومعصوره، ونحط عليها ميه دافيه. نقلب الكلام ده كله عشان ندوب الملح والفلفل والسكر. نحط الفراخ، هنغطيها ونسيبها منقوعه لمده حوالي من 3 ل 4 ساعات. بعد كده نطلعها عشان نشتغل فيها. تعالوا بقى نعمل مع بعض الرز الريزو. هنحط زيت، معلقه سمنه بلدي، بصلايه مبشوره، هنقلبها تاخد لون مش هنغمقها قوي في نفس الوقت، بس تاخد لون حلو كده. تبلها بملح، معلقه فلفل اسمر، مرقه ماجي، كركم، كاري، بابريكا، والحاجه الاخيره باربيكيو صوص. نقلب الكلام ده كله. عندي رز مصري منقوع، مغسول مش منقوع، نديله تشويحه خفيفه. هنحط له بقى ميه مغليه، هنغطيه 10 دقايق ونرجع نبص عليه. وبعد 10 دقايق لما نلاقيه اتشرب من ميته كده اهوت، نديله تقليبه ونوطي النار ونسيبه على نار هاديه خالص يكمل سوا براحته. طلعنا الفراخ من التلاجة بعد ما قعدت 4 ساعات. هنجيب مناديل مطبخ وننشف الفراخ على قد ما نقدر. هنجيب طبق فيه شويه دقيق ساده كده زي ما هم، من اي توابل ولا اي حاجه. هنحط فيه الفراخ، هنقلبهم في دقيق. تعالوا بقى نعمل المارينيه اللي هنحط فيه الفراخ. هنجيب بوله فاضيه ونحط فيها لبن رايب المراعي، طعمه احلى من اي لبن رايب تاني، وكوبايه زبادي. وهنجيب اي نوع مخلل عندنا ونحط شويه من الميه بتاعته، ونضرب الكلام ده كله. هنجيب بقى الفراخ لما عملناها في الدقيق وننفضها من الدقيق خالص ونحطها. هنجيب بوله فاضيه، هنحط البقسماط الخشن، هنحط كوبايه ونص دقيق، هنحط معلقه توم باودر، هنحط معلقه زعتر، ونحط معلقه نشا. هنقلب الكلام ده كله. نجيب بقى المارينيه من التلاجة الفراخ، ونبدأ ان احنا نتبلها. ننزل في البقسماط على طول،
وتنزل على الزيت على طول. بعد 10 دقايق نلاقي تقريبا ونغطيها تاني، كل ده على نار هاديه خالص 10 دقايق تانيين. ما شاء الله الصونا ازاي طلعها استوت 100%. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. بصوا بقى، انا بحب الصدر، فانا هبدأ بالورك اهو غلاسه كده. سخن مش عارف افتح. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. والله العظيم تسلم ايدي. اتمنى تعملوا لايك للفيديو دوت، شجعونا شويه، واللي ما اشتركش يشترك في القناه وزر الجرس فعلوه عشان كل الفيديوهات تنزل تعرفوا ان هي نزلت. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام. السلام على الصور. يا سلام يا سلام. سخنة ايه دي؟ الوصفة اللي المفروض كنتاكي نفسها تمشي عليها، وصفتي مش وصفتهم. اتهرست. كاتشب بقى ايه، قصة تاني ورواية تاني وحكاية تاني. الكاتشب ده تعالوا بقى نجرب الرز. بس يا باشا ريزو على حق. والله العظيم 3 يضرب ريزو كنتاكي بالقلم. خلينا محترمين. والله نبص الحركة العبيطة دي. بص. اجمد ريزو في مصر. بص بقى الصدر ده. مستوي 100%. ننزل بقى في الباربيكيو وندوق. يا باي جامده قوي جامده قوي. الريزو ده جامد قوي. انا عملت قبل كده الريزو في فيديو هسيبه لكم فوق. كنت عامله مع اجنحه مع الدبابيس. كنت عامله مع دبابيس فراخ. كنت عامل الدبابيس على طريقتين. كنت عامل معاها الريزو. الريزو ده اجمد من اللي فاتت. بصوا بقى الحركه دي. قطع فراخ اكنها ستريبس زي ما اخواننا في كنتاكي بيعملوها. حط بقى عليه كاتشب. بقى ريزو ولا ما بقاش ريزو؟ انا زي الفل كده. الف حمد وشكر ليك يا رب. متنسوش تعملوا لايك للفيديو. انا عارف ان هو عجبكم لان انا الفراخ دي عجباني وكيفتني وانا ظبطتها ظبطه صح. واللي ما اشتركش يشترك في القناه. سلام.